هتاكل وهتخس. الموضوع سهل جدا. انت لما بتعمل كيتو البيتا هيدروكسي بيوتيريت بتزيد في جسمك، فده بيقلل الالتهابات، فده بيزود المناعة، فبيخلي جسمك في حالة قوية قوي. بتبقى ما عندكش اي شراهة للاكل، بيبقى عندك الاوتوفاجي شغالة ممتازة. ايه الاوتوفاجي؟ اللي هي عملية ان يعني الجسم يصلح نفسه بنفسه. يعني عملية بيحصل فيها ايه جوه الجسم لما انا اصوم اقل حاجة 12 ساعة، الجسم يبدأ يروح على الخلايا السرطانية ياكلها، الالتهابات يقللها، المناعة يزودها، الكبد يصلحه، المخ يصلحه، يظبط السكر. كل حاجة اتجددت فيك في خلال الصيام ال 12 من اول 12 16 18. تمام؟ على قد مقدرة كل واحد. انا بنصح الستات من اول 12، الرجالة من اول 16. تمام؟ في بحث عن سارة ميتشل عملته على الفئران بيتكلم عن الموضوع ده قوي. جابت فئران، تمام، واكلتها ساعة واحدة بس في اليوم، تمام، وجابت مجموعه تانية من الفئران وقعدت تاكلها طول اليوم. فلاحظوا ايه؟ ان الفئران اللي كانت ساعه واحده بس في اليوم وبقيه اليوم صيام، اعمارها زادت، صحتها اتحسنت. يا جماعه الكلام ده كلام يعني مطبق ومعروف من زمان، بس احنا بيغيب عننا الوعي. فانا جاي عشان اعرفكم وافكركم واذكركم الرياضه مهمه جدا. المشي، السباحه، نط حبل، لازم احرك نفسي اثناء اليوم، مش عشان بس الرجيم ومش عشان بس اخس، عشان صحتي. كان معاكم دكتور شيرين ابراهيم نصر. تابعوني دايما في الكومنتات. اي سؤال